عمري ما تخيلت ان مكان زي ده يكون موجود هنا. لو عايزين تعرفوا تفاصيل اكتر وبعمل ايه هنا، خليكم متابعين الفيديو لحد النهايه. عمرك سمعت عن العيون الكبريتيه؟ من اهم الظواهر الطبيعيه المنتشره حول العالم مصر. النهارده انا موجود في مدينه راس سدر، وفي الطريق سمعت عن مكان غريب جدا اهل المدينه بس هم اللي يعرفوه. قررت اني استكشفه واحكي لكم عن التجربه الغريبه. العيون الكبريتيه في راس سدر. النهارده انا في زياره لمدينه راس سدر، بس في الطريق سمعت عن مكان غريب بس هم اللي يعرفوه. قررت اني استكشفه واحكي لكم عن الظاهره الغريبه دي. الناس اللي عندها الرطوبة، عندها الخشونة في الركب والضعف، مية بتاخدنا مثلا في الأسبوع جلستين. ربنا بيشفي البني آدم اللي هو عيان. أنا اسمي الشيخ سالم أبو فهد، شيخ المنطقة. كان علاجي. الناس اللي بتيجي من كل أنحاء الجمهورية بيجوا بيتعالجوا هنا. دي جبل ما حولكش أي مية هنا، توصل لغاية 90 100 في المنبع. كنز عمرك ما هتتوقع إن في وسط الصحراء دي وفي المكان العجيب دوت ميه بتنفجر من باطن الارض بحاله فوران. ميه مش عاديه، ميه بتوصل درجه حرارتها لاكثر من 200 درجه مئويه. بتتجمع في مكان اشبه بحمام سباحه طبيعي، بس حمام سباحه غير عادي. طبعا الميه بعد ما بتخرج من المصدر بتقل درجه حرارتها تدريجيا، وبتكون مناسبه ان اي حد ينزل فيها. الميه بعد ما بتخرج من المصدر بتقل درجه حراره الميه تدريجيا. بتكون هنا في البحيره دي درجه حراره تقريبا 37 ل 38 درجه مئويه. خدوا التجربه ونسترخي شويه في المياه الكبريتيه، ولكن قبل ما نبدا ما تنسوش اللايك والشير الجميل، وخلينا نجرب العوم في المياه الكبريتيه هيكون عامل ازاي. انا دلوقتي بدات احس بالسخونه اصلا، مش عارف الميه هتكون ازاي، ولكن مش عارف درجه حراره الميه هتكون عامله ازاي، بس اعتقد انها في الوقت الحالي من 37 ل 39. بينصح الاطباء انك تقعد في المياه الكبريتيه لمده من 15 ل 20 دقيقه على الاقل، عشان يقدر جسمك انه يستفاد من جميع خصائصها. بس احساس جميل جدا، درجه حراره عاليه، حمام سباحه طبيعي، سبحان الله. دلوقتي بقى نشرب احلى كوبايه شاي بدوي من ايد عم سالم. لو الفيديو عجبك وعايزين نوصله ل 10,000 لايك، وخلينا نوري جمال بلدنا وجمال مصر كل الناس. سلام.